في الفيديو ده هنتكلم عن أو هنوضح مفاهيم مغلوطة كتير عن فكرة الوظيفة كوظيفة. هنبدأ بحاجات بشكل عام اللي انت بتشوفها في كل مكان، والمحتوى اللي انت بتشوفه سواء على يوتيوب أو على فيسبوك أو غيره، وبعدين هنتكلم عن حاجات جانبية بشكل عام. أول حاجة عايز أوضح توضيح مهم جدا. الكلام ده لا يعني أو مش معناه إن أنا بمجد الوظيفة بأي شكل من الأشكال، ولا بقول ان يعني انا مثلا شخص راس مالي بحت، ولا انا حتى عندي مثلا شركه. ففي الاخر خالص بعد ما نخلص الفيديوهات دي خالص هقول لك لو عايز تنضم لينا او مش عارف ايه املى الفورم المعينه ونتواصل معاك. خالص مش كده خالص. وانا كلامي مش عايزك تفهم منه ان انا بمجد الوظيفه، لان للاسف في وظائف كتير مش حلوه وفي بيئات عمل كتير مش حلوه زي ما كنا بنتكلم على الاقل في الفيديو السابق. دي نقطة تانية. نقطة تالتة، لأن زي ما برضو هنتكلم إنه إن شاء الله يعني منساش إن الوظيفة مهما كانت كويسة ومهما كانت مش عارف إيه، فما زالت هيبقى ناقصها حاجات كتيرة، منها الابسولوت فريدم أو اللي هي الحرية المطلقة. مش هتعرف توصل لها في الوظيفة. الحرية المطلقة جدا مش هتقدر توصل لها في الوظيفة. ممكن في الأول مثلا تبقى أنت في أول حياتك شغال يعني مستعبد، شغل عبد يعني، عشان إحنا عباد لله. انت هتبقى كأنك مستعبد يعني، وبيطلعوا عينك علشان حتى راتب معين او راتب قليل، مهام كتيرة مش عارف ايه الكلام من ده كله. بعد كده بتبتدي تشتغل في مكان كويس يعني مسؤوليات محددة وراتب كويس ومش عارف ايه، وبعد كده بتبتدي تنتقل من مكان للتاني ومن وضع لأحسن ومش عارف ايه. بس في الآخر هيبقى برضه في جزء من حريتك مش معاك، ودي واحدة من أهم الحاجات اللي بتهم يعني. مش هقول اغلب الرجاله دلوقتي للاسف مش بتهمهم، بس بتهم جزء من الرجاله، واللي هي زمان برضو كانت بتهم اغلب الرجاله. بس يعني المعايير بقى اختلفت وحاجات كتير اختلفت، فمش موضوع الكلام عنها دلوقتي. المهم، فخلينا نتكلم عن المعلومات، يعني نتكلم عن المعلومات المغلوطه، او يعني نزيح شويه شبهات عن الوظيفه كوظيفه. تمام. اول حاجه، واحده من الحاجات المفاهيم المغلوطه اللي انت بتشوفها عن الوظيفه بشكل عام، ان الوظيفه دي ما هي الا عبوديه. تمام. وانا مش بعاكس كلامي اللي كنت بقوله قبل كده. انا بتكلم او كنت بقول من شويه، بقول ان انت في الاول اغلب الوقت، في اغلب الناس في الاول كانه بيتم استعدادهم في الشغل، في اماكن شغل معينه، برضو مش كل الاماكن، في اماكن شغل معينه، وان كانت حتى للاسف كتيره. او حتى يمكن نفس مكان الشغل اللي هو مثلا في واحد انضم ليه وهو عنده مثلا 5 سنين خبره، وواحد لسه صفر خبره او لسه اول كام شهر خبره. نفس المكان ممكن يعامل الاثنين معامله مختلفه. تمام. يعني بنوضح بس اللي المفروض ان هو واضح. فالمهم يعني هتلاقي كلام كتير او ناس كتير بتقول لك ان الوظيفه دي ما هي الا عبوديه. الكلام ده غلط. ليه؟ لان زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل اللي فات، الوظائف او الوظيفه بشكل عام، انت في الاول بتشتغل في وضع مش كويس، زي برضو الجيم مثلا، او زي اغلب الحاجات بشكل عام. انت في الاول بتبقى في وضع مش كويس، بعد كده بتحسن من نفسك، بتغلط شويه غلطات وبتظبطها وبتتفاداها بعدين، وبتشوف اللي بعدين يعني بتشوف اللي نفع معاك بتزود منه، واللي ما نفعش بتقلل منه كتير. بتحاول تسال الناس، تاخد فيدباك من هنا، تعرف هناك معلومات من هناك، تطبقها في حياتك، تشوف اللي نفع منهم وتزوده، واللي ما نفعش تستبعده خالص، وهكذا. فبالتالي انت مش بتفضل في نفس الوضع طول حياتك. حتى لو انت كانت الوظيفه بالنسبه لك فعلا في الاول هي مش حلوه، بعدين بتبقى حلوه. زي برضو الجيم، في الاول بيبقى انت مش فاهم اي حاجه، بتروح تفحت نفسك وما بتلاقيش نتيجه. انت فاكر انت ما بتلاقيش نتيجه، بس كده كده بيبقى في نتيجه، انت مش شايفها بس في الاول. فبتبقى حاسس ان مفيش نتيجه، بتبقى تايه مشتت. يعني من الكلام، من السيلف توك او الكلام اللي بتكلمه لنفسك، ان انا مش هروح تاني، المكان ده مش بتاعي، مش عارف ايه. بس لما ربنا بيكرمك وتستمر وربنا بيوفقك طبعا، بتلاقي ان انت بعد بعد عدد معين من الشهور فعلا وصلت لوضع كويس، وبقيت في مكان كويس، وبقيت في حته كويسه، وانت بقيت بتشكر نفسك ان انت التزمت زمان. فنفس النظام على الوظيفه، نفس النظام على العلاقات العاطفيه مثلا. وانا بتكلم وهتكلم ان شاء الله لما نتكلم في فيديوهات بعيد عن السلسله، هتكلم عن الجواز والحاجات دي كلها، مش عن الحب والعلاقات العاطفيه اللي هي بتاعت السوشيال ميديا والحاجات المنتشره هنا وهناك. المهم عشان حتى لو استخدمت الانالوجي او استخدمت الموضوع ده كانالوجي او في انالوجي او في امثله، فانا بتكلم عن الحاجات دي.
المهم يعني فزي اغلب الحاجات، زي يعني الوظيفه زي الجيم، زي العلاقات، زي مثلا لما تكون بتبني حاجه معينه، زي ما تكون بتشتغل على مشروع معين، زي ما تكون بتبدا مجال بشكل عام، سواء مجال خاص بشغل او هوايه انت عايز تتعلمها او ايا يكن. فالوظيفه ما هياش عبوديه، ما هياش السجن التام ال 100%. احنا قلنا من شويه برضو ان الوظيفه مش هتبقى مش هتقدر ان انت توصل منها للحريه المطلقه، بس في الاول خالص مش هيبقى عندك حريه، وده طبيعي. بس بعد شويه هتبقى انت بتبتدي فعلا تبقى حر، تاخد بدل ما كنت مثلا يعني بتشتغل 12 ساعه براتب يعني يا دوب بالعافيه بيكفيك، ويا دوبك بتروح يعني لو هتنام، لو هتعمل الحاجات اللي وراك، مش هتساعد اهلك تعمل تسوي، فانت كاره نفسك والوظيفه بالنسبه لك مش حلوه. بعد كده هتبقى بتشتغل 10 ساعات بس، بعد كده 8 ساعات بس، بعد كده مش عارف اقل، بعد كده مش عارف تشتغل شغلانه والتانيه جنبها، او يعني مثلا فريلانس او ايا يكن. فانت هتبقى في نفس مثلا ال 10 ساعات اللي كنت زمان بتاخد عليهم مبلغ معين، هتاخد عليهم مبالغ كبيره، او حتى بدل ما هو كان دخل واحد بقوا دخلين، وبدل ما كان ده كل واحد منهم، او بدل ما كان الواحد الوحيد زمان قد كده، بقى كل واحد منهم ممكن قد كده، يعني اكتر من البتاع. تمام. فانت هتيجي ان انت تلاقي في الاخر يعني بتطورك ده بقى هتبتدي تاخد حريتك، زي ما قلنا من شويه هتبقى بتشتغل 12 ساعه، بعدين 10 ساعات، بعدين 8 ساعات، مش عارف ايه. هنا انت بتاخد حريتك مع الوقت، او طول ما انت بتطور نفسك والحاجات دي كلها. فبالنسبه للوظيفه انها عبوديه، ما هياش عبوديه. الوظيفه او الوظائف اغلبها كويسه. للاسف اغلب الناس اصلا ما عندهاش الالتزام الكافي اللي يخليهم يبداوا بقى المشاريع بتاعتهم، ويبقوا مش عارف البيزنس مان والبيزنس وومن لا، للاسف اغلبهم ما عندوش الالتزام ده. وبالنسبه للناس دي دايما بيرجح ليهم الوظيفه ان هي هتبقى حاجه اغلب الوقت هي ستراكشرد، او يعني متصممه، يعني حاجه انت بتبقى في سيستم معين، مطلوب منك مهام معينه تعملها. المهام المعينه دي هتعملها عشان توصل لنتيجه معينه، النتيجه المعينه دي ما توصل لها تاخد السالري بتاعك او ايا يكن، او لما تعمل المهام دي بشكل معين في عدد معين من الايام هتاخد السالري اللي انت هتاخده عشان يعني تعيش بيه حياتك فيما بعد. فاغلب الناس مش مهيئين، او مش ما عندهمش الالتزام الكافي اللي هو يخليهم يبداوا بيزنسز خاصه بيهم او مشاريع خاصه بيهم. فالناس اللي بيقعدوا يقول لك الوظيفه عبوديه ولا مش عارف ايه، وانت لازم يكون عندك بيزنس خاص بيك، ده تعميم خاطئ. تعميم خاطئ ليه؟ لان زي ما قلنا مش كل الناس عندها الالتزام. تاني حاجه، لان في ناس بتقدر ربنا يكرمها وبتشتغل ومش عارف ايه، توصل لمناصب او لاماكن او لاوضاع حلوه جدا، زي ما كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكر، ان في ناس زي ما كنا بنقول مثلا انت، او في الفيديو ده مش فاكر حتى، انت مثلا لما كنت بس بقول لك اسال نفسك السؤال بتاع هل مثلا في وظيفه اقدر منها ان انا اجيب رقم معين، فانا كنت بقول لك ان الاجابه فزي ما قلنا في ناس بتبقى دخلها من الوظيفه مبالغ مهوله، مبالغ مهوله، يعني ربنا يرزق الناس، مش قصدي مهوله دي ان انا بحسد والله ولا حاجه، بس اقصد مبالغ كبيره. تمام. هم نفسهم ما كانوش يحلموا بيها، ولا كانوا يعرفوا ان هم من كذا سنه فاتوا بس هيوصلوا لمبالغ زي كده، او هيوصلوا للدخول اللي هي سالاريز او دخل، يعني جمع دخل بالمبلغ ده، او يبقوا في الاوضاع الكويسه بالنسبه لهم دي، اللي هي اغلب الناس مش هيعرفوا يعملوا نفس يعني هم مثلا في مستوى معين هنا مش هيعرفوا يعملوا نفس المستوى ده من البيزنس هنا، الدخل بتاع الوظيفه او مش عارف ايه بتاع الوظيفه، مش هيعرفوا يعملوا ده في البيزنس بتاعهم، او هياخد منهم وقت كبير جدا. اي نعم ده ساعات في احيان كتيره جدا بيبقى احسن من الوظيفه، بس ده بيبقى محتاج وقت كتير ومجهود كبير وصبر كبير ومش عارف ايه، اللي هي غالبا ما بتكونش عند اغلب الناس، خاصه في بدايه حياتهم، وخاصه اللي هي ظروفهم مش تمام ومش عارف ايه. تمام. فزي ما قلنا الوظيفه ما هياش عبوديه، دي نقطه. النقطه الثانيه، الناس اللي هي بتقول لك ان انا عارف النقطه دي هتكون متشابهه اللي اتكلمنا فيه من شويه، بس هي نقطه مهمه. الناس اللي بتقول لك ان الوظيفه ليها كاب او ليها ليميت معين. يعني ايه ليها ليميت معين؟ يعني ليها ليميت في ان انت مش هتقدر توصل، او اخرك يبقى مثلا دخل معين، او اخرك مستوى معين اجتماعي هتعيشه، او مستوى مهني معين، او ان انت تترقى ترقيه معينه، او ان انت تعمل او انت تسوي. الكلام ده مش صح. ليه؟ لان زي ما قلنا من شويه كتير في الامثله اللي فاتت الكتيره دي، ان انت بتبدا من مثلا بتبدا يا سيدي في الاول خالص ما بتاخدش فلوس، بعد كده بتاخد 500 جنيه، بعد كده 1200 جنيه، بعد كده 3 4000 جنيه، بعد كده 5 10 100 200 ايا يكن الارقام، بس بيبقى في تطور.
الليميت بتاعه ايه؟ والله العظيم والله ما ليها ليميت، والله العظيم ما ليها ليميت. تمام؟ الليميت بتاع الدخل اللي انت ممكن توصل له والله العظيم ما ليها ليميت للمره الثالثه يعني. ولا تطع كل حلاف مهين اللي هي بتقول كده، بس انا حلفت كتير اهوت عشان اوضح لك الموضوع. طيب بالنسبه للجزء بتاع الليميت بتاع المستوى المهني اللي انت ممكن توصل له، او الترقيات او مش عارف ايه، انا بتكلم دلوقتي عن المجالات الديجيتال. دلوقتي كلامي دلوقتي واغلب كلامي او كل كلامي الجاي هيبقى عن الشغل الديجيتال. ففي المجالات دي اغلب الوقت الليميت مش محدود برضو. مثلا انت بدات في الاول جونيور او مبتدئ، بعد كده سينيور، بعد كده مش عارف تيم ليدر، بعد كده مدير. الحاجات دي ملهاش حرفيا والله برضو ماليها ليميت، ملهاش ليميت. انت بتبدا في الاول ببوزيشن معين، ربنا بيكرمك وبتشتغل على نفسك ومش عارف ايه، بتوصل لمستوى تاني، بعد كده بتشتغل على نفسك ومش عارف، وحاجات جانبيه هنا وهناك ومش عارف ايه. مش هنتكلم عن الحاجات دي خالص، لان الموضوع ده يعني السلسله دي مركزه بنسبه كبيره على الناس اللي هم لسه في الاول، بس ما علينا يعني. المهم، فانت بتعمل حاجات كتيره بتساعدك ان انت تنتقل من مكان للتاني، او من بوزيشن، او من بوزيشن دي بالعربي يعني ايه؟ يعني من منصب معين لمنصب تاني اعلى، ومن منصب لمنصب تاني، ومن منصب لمنصب، وهكذا. بلس ان انت كل الحاجات دي ممكن تبقى ماشيه ببطء شويه في مثلا يعني في الشركات اللي حواليك، بس ممكن تشتغل في شركات بره، او شركه، او انت تسافر بره، او ايا يكن، تلاقي الموضوع حرفيا بيفتح معاك لحاجات انت مش عارفها. دي نقطه، او يعني توصل لحاجات انت مش متخيلها. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان واحده من الحاجات المميزات اللي هنتكلم فيها بعدين عن اللي هي ليه تختار المجالات دي مش المجالات التانية، ان المجالات دي بتساعدك ان انت تقدر، وحتى هو مش بتساعدك، هي بقى الزام عليك. دلوقتي احنا دلوقتي عايشين زي ما قلنا كده في مايو 2024. دلوقتي شات جي بي تي 4 او اللي هو الجديد خالص، الموديل الجديد ده نزل وبقى متاح. البتاع جبار جدا جدا. الحاجه دي، الموديل ده لغايه دلوقتي يعني قادر ان هو خلاص بقى شبه قادر ان هو يستغني عن وظائف كتيره. بقى دلوقتي يعني ما بقاش، انت ما بقتش قادر، او ما بقاش ممكن ان انت تقول ان انت هتتعلم حاجه واحده وتلتزم بيها وتشتغل بيها باقي حياتك. فالموضوع هنا هيبقى شبه اجبار ان انت تتعلم تخصصات متداخله. تمام؟ دي حاجه بحمد ربنا ان انا كنت من زمان جدا جدا، من 2000 تقريبا 2020 او 2019 2020 كنت انا ابتديت فعلا اعمل الحاجه دي، والله بتوفيق ربنا وبدون يعني ارشاد كبير. كنت ابتديت أو اجمع تخصصات مع بعض، او اعمل حاجات متداخله مع بعض في نفس الوقت. ده في الاخر وصلني او ساعدني، او ايا يكن، معلش هتكلم في النقطه دي يمكن تديني برضو شويه يعني كريدتس او كريديبيليتي او مصداقيه اكتر، توضح لك ان انا يعني غالبا فاهم اللي انا بتكلم فيه. فالمهم يعني ده ساعدني ان انا اقدر ان انا اخلق لنفسي حاجات جديده، ان انا اشتغل بحاجات شبه جديده. خلينا نقول اللي انا كنت بعمله من 2019 2020 هو دلوقتي بقى اجبار، او بقى الناس مجبره عليه. تمام؟ فبرضه من تاني والله مش بتباهى او حاجه، بس بقول لك انه اظن ان ده بيوضح ان انا يعني طريقه تفكيري كانت صح. نرجع تاني من النقطه اللي كنا بنتكلم فيها الاساسيه، اللي هي بتاعت ان انت هيبقى ليك كاب او ليميت معين للبوزيشنز او التقدم المهني المعين اللي انت تقدر توصل له. زي ما قلنا الموضوع ده لا ملوش ليميتس بفضل، او لان انت في المجالات الديجيتال دي، كرسي بيعمل صوت مش عارف ما علينا، لان انت في المجالات الديجيتال دي انت بتبقى قادر تجمع ما بين تخصصات مختلفه. تمام؟ فبتبقى انت يعني قادر تجمع ما بين، خلينا نقول مثلا انت شغال يعني مش مثلا ايه، حد بتاع مثلا يعني اسمه ده اهو جرافيك ديزاينر مثلا، ماشي، اللي هو التصميم الجرافيكي يعني. حد بتاع جرافيك ديزاين، انت شغلك كجرافيك ديزاينر انت في الصور. تمام؟ سواء بقى صور 2 دي 3 دي سوشيال ميديا مش عارف حاجات كده، انت شغلك في ده. بس انت حبيت او عندك الفضول، او حتى يعني حبيت تستكشف مجال او حاجه زي الفيديو اديتنج. الاثنين دول دي حاجه، ده تخصص، وحتى يمكن نقول ده مجال وده مجال. تمام؟ ده مجال بتخصصاته وده مجال بتخصصاته. فانت حبيت، انت مجالك هنا حبيت تدخل المجال ده تستكشفه وتشوف تخصص من التخصصات دي وتبدا فيه. هتبقى انت شخص جرافيك ديزاينر، يعني بعد وقت معين ده جرافيك ديزاينر بس ليك في الفيديو اديتنج. تمام؟
مع الوقت تاني تبقى انت مثلا عندك معرفه مش عارف بالجرافيك ديزاين وبالفيديو اديتنج، وممكن معاهم حاجه ثالثه خالص. انت بقى كشخص هتبقى valuable او ليك قيمه او بتقدم قيمه اعلى للشركات بشكل عام من الجرافيك ديزاينر لوحده، او من الفيديو اديتور لوحده، او من الشخص اللي هو في زي ما قلنا كده مثلا تخصص ثالث مع بعض. ده هيخليك اول حاجه طبعا تترقى كتير، لان انت بتبقى مع الوقت تقدر تشوف البروجكت او الشركه او الشغل او ايا يكن من بعيد. انت عندك نظره بتجمع اغلب الحاجات دي مع بعض، بتجمع الشخص اللي مثلا الجرافيك ديزاين والفيديو اديتنج ومش عارف ايه في شخص واحد، كل ده في شخص واحد. فانت هتبقى ليك اولويه ان انت تاخد فلوس اكتر، ليك اولويه في التقدم المهني، ليك اولويه في ان انت تاخد او ان انت تقدر تعمل بوزيشن خاص بيك. انت بقيت مع الوقت انت مش مجرد فيديو اديتور ومش مجرد جرافيك ديزاينر، انت حاجه ثالثه، انت حاجه مختلفه عن الاثنين. فانت هنا هتبقى قادر ان انت تقدم على مثلا يعني مثلا سينيور مش عارف كذا، او اللي هو مثلا ايه مثلا يعني جونيور كرييتيف دايركتور ولا مش عارف ايه ولا مدرك ايه. انت هنا كنت انت بتلعب في ليج، او كنت هتفضل تلعب في ليج معين، او في خلينا نقول مثلا بتتنافس او كده في مجالات في زون او في حته معينه، اللي هو مثلا جونيور جرافيك ديزاينر، سينيور جرافيك ديزاينر، تيم ليدر فور جرافيك ديزاين او ايا يكن، مش عارف مانجر مش عارف كذا كذا كذا. انت بقى سبت الحاجات دي ورحت حته ثانيه خالص. تمام، فانت بقيت كنت مثلا انت بتتنافس مع الناس في حته هنا، انت سبت دي ورحت لحته هنا. وصلت الفكره؟ فانت الليميتس، انا بالمناسبه الكلام ده بس انا امثله من بالي، مش بقول ان هو ده اللي بيمشي على ارض الواقع عشان ما حدش يقول شوفوا ده بيتكلم كذا كذا، في حين ان الوضع ما بيبقى مثلا الكريتيف دايركتور ما بيجيش ما بيشتغلش كده. انا مش بقول ان هو ده الطريقه، بدي مثال مش اكتر. فالمهم انت بقيت من حد محكوم بحاجات معينه، مسارات معينه، حتى بعد عدد سنين كتيره هتمشي في مسارات معينه، لحد انت ما شاء الله دخلت ليج جديد جدا، بقيت بتلعب في حته ثانيه خالص غير الناس اللي زيك او غير الناس اللي انت كنت زيهم زمان. تمام، فالموضوع من تاني الوظيفه ملهاش ليميتس. حاجه كمان، الوظيفه، هل الوظيفه مثلا هي حاجه تقدر ان انت، هل ممكن مثلا، او خلينا نقول مثلا ان الناس بتقول لك ان الوظيفه مش هتبقى بتخليك فولفيلد، او ان انت بتبقى راضي عن نفسك وحابب نفسك وبتعمل حاجه ليها تاثير ايجابي ومش عارف ايه. الكلام ده بيحمل جزء من الصحه بس مش 100% صحيح. يعني ايه بيحمل جزء من الصحه ولكنه مش صحيح؟ بيحمل جزء من الصحه لان اغلب الوقت، خلينا نقول اغلب الوقت، الحاجات اللي انت حابب تشتغل فيها اغلب الوقت مش هي الحاجات اللي انت هتكون بتقدر تجيب منها فلوس كتير، او هتقدر ان انت تتطور فيها، او ان هي مطلوبه. خلينا نقول تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مثلا من المهن بشكل عام يعني في الحياه، من المهن المطلوبه في الحياه بشكل عام هي مثلا ما اعرفش هندسه البترول مثلا، ماشي؟ بس انت اكيد 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 ما بتحبش البترول، يعني مش بتيجي تعمل النسكافيه بتاعك وبتحط معلقتين منه مثلا، اكيد ما بتعملش كده. تمام، هتلاقي ان انت اللي انت حابه، انت مثلا حابب ما اعرفش كذا مثلا، ايا يكن الحاجه، ماشي؟ بس اللي انت حابه حاجه، واللي انت بيجيب فلوس كتيره او مطلوب هو حاجه تانية خالص. تمام لحد كده؟ فانت هنا هتبقى يعني خلينا نقول في المهن، خلينا نقول لا خلينا نرجع من هنا، نرجع خطوتين لورا بس. في المهن مش هقول التقليديه، بس في المهن اليدويه عكس الشغل الديجيتال. في المهن اليدويه ديت انت ممكن، انت مثلا مهندس بترول يا سيدي، ماشي؟ مهندس البترول، ومش بقول يا سيدي دي عشان حاجه بس كلمه دارجه يعني. المهم في هندسه البترول انت بتشتغل، تخرج مثلا بتشتغل اول سنه وتاني سنه والسنه العاشره تفضل شغال في الحاجه دي. ما بتقدرش مثلا انت تنتقل من هندسه البترول مثلا للهندسه في المجالات، او في قطاع مثلا الطب، ولا في قطاع التعليم، ولا في قطاع مش عارف ايه. تمام، غالبا ما بتعرفش تعمل ده، غالبا يعني انا مش متاكد من المعلومه دي 100% بس بقول غالبا. تمام، المميز بقى في مجالات الشغل الديجيتال، واللي علشانها المعلومه المغلوطه بتاعت ان انت مش هتقدر تبقى فولفيلد او تبقى مبسوط من شغلك وحياتك، ومش ما بتعملش مثلا حاجه ليها تاثير اجتماعي او مش عارف ايه. واحده من الحاجات اللي هتخلي ان النصيحه دي او الكلام دي مش صح، ان انت لا، انت في المجالات دي انت قادر تشتغل حتى لو ما اشتغلتش في مجال او في تخصص 100% راضي عنه. يعني انت مثلا
اشتغلت مثلا في التصميم الجرافيك مثلا، او في مش عارف كذا في البرمجه، ماشي، بس انت كنت حابب والله تشتغل في التصميم. انت قدامك حاجتين، يعني حابب مثلا في التصميم عشان بتحب الالوان والحاجات دي كلها. انت قدامك حاجتين هنا، قدامك اصلا مسارين يقربوك جدا للحاجات اللي انت بتحبها. اول مسار ان انت مثلا بدل ما تكون شغال مثلا في البرمجه اللي هي في الباك اند، زي ما هنتكلم عن الحاجات دي بعدين ان شاء الله، في الباك اند اللي هو مثلا انت شغال في الحاجات اللي هي في المواقع، في الداتا بتاعه المواقع والجزء الغير مرئي من الويب سايت او الابلكيشن او غيره، تبقى قادر ان انت تبقى تشتغل في الفرونت اند، اللي هو الفرونت اند اللي هو التصميم بقى والتظبيط والمش عارف ايه، اللي هي تقربك شويتين للحاجات اللي انت مهتم بيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، خلينا نقول مثلا ان انت شخص، حد يعني من الناس الكويسه اللي هم مهتمين مثلا بقضيه اجتماعيه زي التعليم او زي الصحه او زي مش عارف يعني ايه حقوق، او حق مثلا عشبة السافانا في انها تحيا حياه كريمه، او اي حاجه من السوشيال ايشوز او القضايا الاجتماعيه بشكل عام. تمام. انت هنا كمان بتبقى قادر في المجالات دي، بتبقى قادر ان انت تروح للاندستري او الصناعه او القطاع اللي انت حابه. انت حابب مثلا تشتغل في مجال التعليم، ممكن تبقى انت مبرمج بس شغال في شركه مثلا ان هاوس، زي ما هنتكلم عن فكره الان هاوس والايجنسي بعدين ان شاء الله. ان هاوس مثلا لو في شركه مثلا زي مثلا اكاديميه نون، خان اكاديمي، مش عارف كورسيرا، لما ربنا يكرمك يعني، او اي يكن من الحاجات دي كلها، تبقى انت شغال معاهم في التيم بتاعهم. فاذا انت خلاص حليت المشكله، بقيت تشتغل على حاجه بتعمل يعني من ناحيه حاجه مثلا، يعني مثلا ليها علاقه بالالوان مش عارف ايه، ومن الناحيه الثانيه حاجه فعلا فعلا بتخدم قضيه اجتماعيه انت شخصيا مهتم بيها، او انت مثلا حابب مثلا تساعد الناس، او ايا يكن ان انت مثلا ايه الجوانب او صحه الناس، حابب مثلا تشتغل في حاجات ليها علاقه بالمستشفيات ولا مش عارف ايه. ممكن تشتغل في ايجنسي هي اغلب عملائها كده، او تشتغل في ايجنسي عندها عملاء كتير بشكل عام، وتحاول تتقرب او تشتغل على البروجكتس بتاعه المستشفيات والعيادات والمش عارف ايه. او انت مثلا عندك اهتمام بقضيه ثالثه خالص او حاجه ثالثه خالص، فتشتغل في الاندستري دي. تمام. زي ما هنوضح ان شاء الله ايه المجال، ايه هو المجال، وايه هي ايه هو التخصص اللي جوه المجال، وايه هي الاندستري بقى في الاخر اللي انت بتشتغل فيها، او الاندستريز اللي انت بتشتغل فيها. تمام لحد كده. فالنقطه بتاعت او المعلومه المغلوطه بتاعت ان انت مش هتقدر ان انت تبقى فولفيلد، او ان انت تبقى مبسوط من الشغل ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، دي معلومه هي بتحمل جزء من الصحه، بس مش صح 100%، لان انت في المجالات الديجيتال دي قادر تتنقل من حاجه للتانيه، وقادر تعمل شبه تعمل لنفسك، زي ما ان شاء الله برضو نتكلم عن الموضوع ما ننساش. اتمنى انه يعني حد لو انا نسيت يفكرني، لان بجد الكلام ده مجرد بس انا مش عندي نوتس كتيره باخدها يعني، لو انا نسيت حاجه حد يفكرني بيها. المهم يعني، فقادر ان انت شبه تعمل لنفسك حاجه جديده خالص وتشتغل فيها انت بنفسك، حتى لو كانت الحاجه دي مش معروفه، او حتى لو كانت الحاجه دي لو انت قلتها للناس مش هيصدقوها. زي ما انا برضه اوضح ليا تجربه مع الموضوع ده بعدين انا بوضحها. زي ما انت مثلا، او حتى لو حاجه اللي هي لسه مش موجوده تماما، انت ممكن تعملها. وزي ما برضه ممكن نتكلم، ممكن تقدم بيها على تقول لهم يا جماعه انا شايف ان انتوا عندكم خلل في 1 2 3 4 تخصصات مختلفه مع بعض، وانا قادر ان انا اعمل لكم ده، لان بفضل ربنا وبتوفيق ربنا عملت 1 و2 و3، ساعدت الناس في انها توصل ل1 2 3، او الشركات او ايا يكن زمان، واقدر ان انا اعمل نفس الحاجه دي عندكم، او اساعدكم في حل نفس المشاكل، او اوصلكم لنتائج كويسه عن اللي انتوا واصلين ليها دلوقتي او ايا يكن. تمام. دي اغلب المعلومات المغلوطه اللي جايه في بالي دلوقتي. الفيديو طول شويتين اظن، فهننهيه لغايه دلوقتي، وهنتكلم في الفيديو الجاي عن نقطه ثانيه علشان ما نبقاش طولنا كتير او وقفنا كتير عن النقطه دي.